مساكم الله بالخير حبايب. اليوم جايبكم أكلة جديدة اللي هي احنا بالعراق نسهل الشوش أو الوز أو البط. طبعا هنا عندنا كشمش وراسين بصل وبهارات ونومي، احنا نسهلها بالعراق نومي بصرة أو نومي يابس، تتحشى بنصها وتتخيط، وراح أراويكم شلون راح يصير. طبعا لا حد يقول لي ليش ما لابس جفوف ما اشوف انا، لانه هو بيتي ما مشتغل، الناس غربه، لو ناس غربه او مطعم اي البس جفوف، لذلك يلا. هسه بعد ما كملنا هنا خليها نعوج هذا المؤخرة مالتها وراح نخيطها. بعد ما كملنا خياطها نشكشكها بس على مود ونخليها بمي السوبة اللي قلت لكم عليها. طبعا هنا شنو اني حاط انه بصرة والبصل زين، والمي قاعد يفور على مود انزل بيه الوزة بعد ما حشيتها وخيطتها. راح اراويكم شلون. هسه ننزلها بالمي شوي شوي على مود ما يطفر عليكم. زين نتركها ساعة ونص. تمام. طبعا هاي بعد ساعة ونص بالضبط. طبعا هي هسه شبه تفسخت، بس بعدين راح اراويكم شلون تصير. والمرقة مالتها وهاي بدينا نشيله. زين وان هذا المرقة بس بهارات وكركم والنومي قلت لكم والبصل ورق غار هماتين. تحياتي لكم. طبعا ما ابي لكم الطعم شنو، وما ابي لكم شلون متوسخة. بابا شلون متوسخة. هذا قال لي لاستيك، اكو واحد يقول لي لاستيك. شوف 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 شوف, شوف. واحد قال لي هاي يصير لاستيك. طعم خرافي.